السلام عليكم غالياتي، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير وراكم بصحتكم وراكم لاباس. اليوم جيتكم بوصفه سهله بزاف. هذه الوصفه تاع القريوش الورده اللي راهم داير حاله، حبيت نشاركها معكم. درتها معكم في قناتي الاولى مطبخ ايمان ديزات الخاصه بالرجيم والاكل الصحي، درتها لكم في البث المباشر وبزاف طلبتوها مني، راني حطيتها لكم في هذه القناه الثانيه. ان شاء الله كامل تجربوها وتعجبكم، يعني كما نقولوا هايله بزاف. هكا الفطره النجاحات تاعكم لضيافكم، يعني راح تحمر لكم وجهكم، ما عندي ما نقول لكم. وحبيت نشارككم معكم هذه الوصفه، يعني سهله بزاف. هيا صلوا على النبي ونبدا معنا مع بعض الوصفه تاع نهار اليوم. نحتاج 5 كيلات تاع فرينه. انا درت سيم، درت 5 كيلات فرينه، درت رشه تاع ملح، درت لافاني، ودرت مغرف صغيره خميره الحلوى، مغرف صغيره خلاص. ودرت كيلة تاع السمن. فهمتوا؟ يعني درت 5 كيلات فرينه ودرت كيلة تاع السمن، تكون ناقصه يعني اسبوع برك، هذا مكان. ومن بعد نجيب الكيلة اللي كيلت بها نفسها، درتها ماء الزهر. انا ما عنديش ماء الزهر، درت الماء ودرت هذا المركز تاع ماء الزهر كما راكم تشوفوا. دوكا نبدا هنايا ان نضيف هذاك الكيلة تاعي تاع الماء بالتدريج، نحاول نديرها ونبدا نعجن فيها حتى نلمها، مش نعجن، نلمها حتى نتحصل على عجينه تكون طريه وفي نفس الوقت ما تكونش تلصق باليد. انا درت الكيله دي كامله وزدت درت ثاني كاس واحد اخر. دوك نوري لكم الكميه اللي بقات لي من هذاك الماء. دوك تشوفوا يا البنات دات لي حوالي كيلة ونص. انتيا ديري وشوفي على حساب الفرينه تاعك اذا تشرب ولا لا. المهم العجينه اللي راح تحصلي عليها راح تكون كيما هكذا. هاكم تشوفوا يا البنات، شوفوا عجينه تكون طريه وفي نفس الوقت ما تلصقش في اليد. هاي الكميه اللي بقات لي تقريبا دات لي كيلة ونص تاع الماء. هنا العجينه تاعك كل ما خليتيها ترتاح كل ما راح تجيك مليحه. انا هنا جيبي دوكا العجينه تاعك، انا درت تقريبا 5 كيلات جاتني كيلو سوا. انا دوكا تجيبي وتقطعيهم بهذا الشكل، ديريهم حوالي كبيرات يكونوا بهذا الشكل، يكونوا متوسطين، وفي نفس الوقت راح تجيك الخدمه سهله وتجيك منظمه. حاولي ديريهم كامل كيما هكذا وحطيهم وخليها تروبوزي العجينه تاعك. ومن بعد هنا بعد ما ارتاحت العجينه تاعك جيبي النشا وبداي حلي بالوحده. حلي العجينه تاعك مليح بالنشا، ديريها رقيقه، من الاحسن تكون رقيقه وما تخافيش تقولي حنتعب في الحلال ولا. والله العجينه هذه تمشي وحدها. زيدي ترشي شويه تاع نشا تمشي لك وحدها كيما راكم تشوفوا. المهم كي تبداي تحلي فيها حاولي حليها على شكل مستطيل باش كي تجي تورقيها راح تجيك سهله. بعد ما حليتها هكذا رقيقه جبت النشا فرشته كامل على هذيك العجينه تاعنا، ومن بعد نبدا نطويها كيما هكا، كيما نديروا لاباط فويتي هكذا. طويها كيما هكذا، زيدي ديري النشا. مهم يعني الصوره هي تعبر عن نفسها. زيدي ثاني طويها كيما هكذا، ومن بعد حاولي العجينه تاعك ديري ثاني نشا وطويها على 4. هاي الصوره راهي توضح لك كلش. هذه الاولى، الثانيه هنا، الثالثة، وهذه الرابعة. حاولي ديري العجينة تاعك يجيوكم كامل على هذا الشكل، ومن بعد حطيها كامل في كيس وخليها ترتاح. فهمتي؟ خليها ترتاح يعني باش تجيك الخدمة سهلة. هنا بعد ما ترتاح لك تجيبي، هنا لازم كي ديري تجيبي المول راح ديري بيه. انا جبت هذا اي هكا باط تاع الدواء ولا حاجة، قطعي منه هذا الشكل، يكون 7 سنتيم على 2.5. فهمتيني؟ 7 سنتيم على 2.5. كيما هكا. دوك نبدا نجيب هذوك الكاريات اللي درتهم كيما شفتوني، نبدا نحل فيهم. وهذه المره مش حنحلهم رقاق بزاف، راح يكونوا يعني زايدين شوي، واحد 3 مليمتر. فهمتوا؟ يعني مش حنديرهم رقاق كيما درت في الاول، راح تكون العجينه عاديه حوالي 3 مليمتر. دوك تشوفوا بعينكم كيفاه هكا. حاولوا ديروها كامل نفس الشكل، يعني تكون مستطيل باش ما يروحولكمش بزاف ليشيت. وجيبوا هذو اللي نحكموا بهم القريوش تاعنا. يعني شو نقول لكم، هذه الوصفه جربوها راهي هايله ومش واعره في الخدمه تاعها. هي وشي تدي الوقت شوي في القليان. شوفوا هنا بعد تجيبوا هذاك المول اللي قطعتوه وبداو ديروا هكا على شكل الشريطه. المهم ديروهم كامل قد بعضهم. يعني قلت لكم الطول تاعو 7 والعرض تاعو 2.5. نكمل ندير كامل العجينه تاعي بهذا الشكل.
يعني هذه الحلوى مليح واحد يقطع ويوجد لك وانتي تقلي باش ما تطوليش في الخدمه تاعها. هذا مكان الباقي كل شيء راهو ساهل كيما هكا. من بعد تجيبي ثلاثه، ديري ثلاثه فوق بعضاهم هكذا بهذا الشكل، وتجيبي هذو اللي قلت لك عليهم اللي نحكموا بهم كيما هك، وتحكميها مليح تدوري حوالي 3 دورات ولا، وتحطيهم بجهه. شوفوا هنا كيفاه درنا ثلاثه فوق بعضهم. دوكا نكمل كامل نديرهم هكذا. اللي لقيتي لي يعاونك واحد يدير لك وانتي تقلي تكون خير وخير. نحطهم كيما هك حتى نكمل. شتو يا البنات يعني راهي سهله. بعد هنا كنت تشوفوا جبت الزيت، كي تبغي تبداي تقلي حاولي حليهم هكا على بعضهم شويه، وبداي احكمي بالفرشيطه من في الوسط، وبداي ديري عليها الزيت. ومن الاحسن يا البنات ديروا النار تكون قليله. شوفوا كي ديري النار تكون قاويه شويه راح تغلبك، يعني راح تزرب الطيب وانتي ما قدرتيش تحلي هذوك الورد يعني يتحلوا من بعضهم. شوفوا هنا بعد ما درت النار قليله وبدات هنا تتحل من بعضها. شوفوا كيفاه جات روعه. شوفوا يا البنات جات الشكل تاعها رائع يا البنات. شوفوا ثاني هنا الزيت حاولوا ديروا في حاجه تكون صغيره وطيبوا، ولا ديري في حاجه تكون هكا بصح كثري الزيت. هنايا حبيت نوري لكم هذه هنا غلبتني كان الزيت سخون. شوفوا الشكل تاعها ما تفتحتليش كامل من بعضها. هاكم تتولهتوا يا البنات. شوفوا طابت لي من تحت. بغيت هنا درت لكم واحده تفتحت وواحده ما تفتحتش، وانتيا شوفي اللي تساعدك هي اللي تجي مفتحه خير تجي هكا باهي. شوفوا هنا صفارت من تحت. حاولوا ما تطيبوهاش حمراء ولا. هذا هو الشكل تاعها كيما هك. دوكا نبقى نكمل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. شوفوا هنا هم الاشكال. حاولوا النار تاعكم تكون قليله خلاص، بالاخص كي ديريها على الاول باش كي ديري عليها الزيت تفتح لك. وهنا حبيت نوري لكم هنايا التحضيرات اللي درتهم. هذا الكاطو كيما تاع البني وان شاء الله راكم نحطوا لكم عن قريب. بصح الاخر تاع الصابلي تاع الشيكاني صابلي عادي ما حطيتوش معاكم. وهذه الوصفه تاع القريوش اللي درناها مع بعض، القريوش الورده. يعني جات وصفه اروع ما يكون، سهله بزاف، تقدري تخبيه في بواط. ومن بعد كي تجيوك ضياف كلها تعسلي بشويه وديري في الوسط شويه تاع جلجلان، ولا باش حبيتي تزيني الورده تاعك تقدري تزينيهم. يعني جاو ما شاء الله مع التاي. ما عندي ما نقول لكم، وصفه تستحق التجربه. وهاني كنت عند وعدي راني لبتكم طلباتكم. وحبيت نشكر كل البنات اللي جاوني من قناتي الاولى مطبخ ايمان ديزاد، اللي مازال ما شرفتنيش على قناتي مطبخ ايمان ديزاد الخاصه بالرجيم والاكل الصحي. تجي لهيه ونحكيو بزاف على امور تاع الرجيم والصحه. هيا مع السلامه يا البنات.